بصوا بقى احلى مقرمشات هتعملوها في البيت وتعملوها لاولادكم. جميله جدا ما شاء الله. بصوا مقرمشه ازاي، وكمان يعني دافيه كده شويه لسه ايه، يعني ما بردتش. كل ما تبرد بتبقى ايه. عايزه بس اوريكم القرمشه. بسم الله. جميله. انا طبعا حطيت لها طعم الجبنه بس القرمشه ومبينه لكم تحفه. جربي بقى، تابعي الفيديو للاخر عشان فيها تكات كتيره. نعمليها لاولادك. بنشتري الذره المقرمشات ديت الصينيه، او مقرمشات الذره من المقلب، بتبقى غاليه جدا جدا جدا. نعمليها يعني ب10 جنيه ذره. بصي عملتي كل الكميه دي، تعمليها بقى سهره لاولادك يوم الخميس مثلا ياكلوها. تحطي الطعم اللي يعجبك، حاجه كده روعه. تابعيني ومش هتندمي. حطي لي لايك، متنسيش اختك بقى في اللايك وكومنت وشير، وتابعي الفيديو. كده يا حبيب قلبي نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي في الوصفه بتاعتنا. هنا جبت ذره فشار عاديه خالص، هنحطها في طبق هنغطيها بكميه حلوه قوي ميه زي ما انتوا هتشوفوها كده، ميه مغليه. ليه؟ علشان هننقع الذره الفشار ديت. تمام. هنقلبها وهنغطيها وهننقعها بقى لمده قد ايه؟ هننقعها اقل حاجه 12 ساعه، من 12 ل 16 ساعه. عايزه تنقعها اكتر من كده يعني يوم كامل مفيش مشكله. تمام. انا ما حطيتهاش في التلاجة ولا حاجه، انا خليتها بره عادي مفيش مشكله، ولا عملت ريمه ولا عملت ريحه ولا عملت اي حاجه. لا تمام. ماشي يا حبايب قلبي. كده بقى كان بعد 16 ساعة. بصوا المية برضو رايقة وحلوة ما فيهاش مشكلة خالص. ووريكم شكلها عامل ازاي. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنصفيها من ميتها كويس، مش هنشطفها. هنصفيها بس. تمام. هنروح بقى على البوتاجاز كده يا حبايب قلبي، وهنجيب ميه مغليه ونحط عليها رشه ملح، زي معلقه ملح كده، ما تكترش من الملح عشان لسه الكفر فيه ملح، ولسه طعم الجبنه اللي احنا هنحطه برضو مملح. انت ممكن بقى تختاري الطعم اللي انت عايزاه بقى. يعني مثلا انا جبت حبه، اولادي بيحبوا بالجبنه. تمام. انت ممكن تبقى كاتشب اي حاجه تانية. انا كده بعد ما استوت صفتها كده وما شطفتهاش بميه ساقعه، صفتها بس. برضو هنا كان عندي 8 كيلو دقيق. تمام يا حبايب قلبي. حطيت عليهم معلقه كبيره بابريكا، معلقه كبيره بيكنج باودر، ورشه فلفل بسيطه خالص، فلفل اسمر، وحبه ملح بس، ولا اكتر ولا اقل. بسيطه المساله يعني، بسيطه جدا. فابتديت بقى ان انا ايه، بعد ما قلبت المواد الجافه اللي عندي دي كلها، نزلت عليها بالذره، اقلب بقى يمين وشمال. بصوا يعني اغلفها تغليفه كويسه كده محترمه. اغلف الدقيق كده، اغلف الذره بتاعتي بالدقيق ده كله. بعد ما غلفته انا طبعا رحت نشفت المصفى عشان ما تبقاش مبلوله، وتحطي عليها ايه، في تكات كده يعني ايه، لازم الواحد يخلي باله منها على قد ما يقدر. وابتدي ان انا اغربلها كده يا حبيب قلبي. انزل كل الدقيق الزايد. انا عايزه بس الدقيق الكفر بس اللي على الذره كده. كان عندي الزيت سخن، مش سخن قوي ولا بارد قوي، يعني متوسطه. ماشي يا حبيب قلبي. وبرده يعني النار ولا عاليه قوي برده ولا واطيه، متوسطه. تمام. وهنزل كده، وانا هنا مش هحمرها تحميره كامله. تمام. انا هردها على مرتين، يعني اول ما الاقيها اللون بتاعها احمر كده الحلو الخفيف، اروح شايلاها وحطها في المصفى واخلص الكميه اللي معايا، وبعد كده اردها من تاني. تمام. طيب انا لما عايزه اقول لكم برده، لما انا سلقت الذره انا عرفت الذره ازاي كده استوت. اروح واخده ذرايه وحطها تحت الضرس، تتندغ عادي، ولا تبقى طريه قوي ولا تبقى ناشفه بتعض. حلوه يعني، انت تعرفي تندغيها وتبلعيها بس. هنا بقى برد، شلت اللي في المصفى وبرد تاني، يعني بقليها اللي طلعته بحطه مرتين. هنا بقى غلطت غلطه بقى، وغلطه عمري بقى هنا. هنا يا حبايب قلبي كان في حبه زيت نزلوا من المصفى في الصينيه اللي تحت منها، والصينيه اللي تحت منها اتاريها كان فيها ميه. فانا قلت لا ارمي الزيت ليه، انا هروح احطه في الطاسه. بص حصلت بقى يعني ايه، مفرقعات وكنابل.
وتغلطوا وتعملوا نفسكم ناصحين زيي. الا بقى لو كانت فعلا الصينيه ناشفه 100% ما فيهاش نقطه زيت، مع ان انا قدامي انا ما فيهاش يعني ميه، بس يعني ما فيهاش فيها نقطه ميه، ترجعوا ساعتها في الحاله دي الزيت. بس كده بقى رديتها مرتين وطلعت مقرمشه وجميله حلوه قوي. هي بصوا يعني حاجتها بسيطه. بصوا الزيت، حبه الزيت اهو. انا بقى عامله نفسي ناصحه بقى، وقلت لا مرمهمش حرام، انا هنزلهم على الطاسه. اجارك الله، فرقعها من هنا لبكره عشان كان فيها حبه ميه صغيرين او نقطه ميه، وانا ما خدتش بالي مع الزيت، نزلته مع الزيت السخن بهدل الدنيا فعلا، والحمد لله ربنا ستر. انا قلت برضه اقول لك على الحته دي علشان تخلي بالك منها. ادي بصوا بردها لتاني مره اهو. بصوا بردها عادي مفيش حاجه، ولا طرطشه ولا اي حاجه. طلعت برضو قلت اطلعه. بصوا قلت اغير الزيت دوت، يعني اشيل المصفى واشيل. بصوا جبت واحده جديده حطيتهم. هتبتدي بقى الطرطشه. انا بعد هنا بقى اخليها تحمر تحميره حلوه، عشان كل ما تحمريها حلو ما تحرقهاش، يعني تحمريها كل ما تحمريها حلو بتقرمش معاكي وبتبقى كريسبي ومن جوه طبعا مستويه. تحفه تحفه يا بنات، اشتريها، ما تشتريهاش بالغالي بره في المقلب او اي حد بتاع مقرمشات، بيبقى يعني غاليه جدا. اشتريها ليه تشتريها بالغالي لما انت ممكن تعمليها بالرخيص جوه يعني بيتك وكده، وحاجه نظيفه وحاجه كويسه كده. خلاص طلعت بقى بعد ما رديتها مرتين في الزيت باللون اللي انتوا شايفينه يا حبايب قلبي. كان عندي هنا اللي هو طعم الجبنه، حطيته عليها وقلبتها في المصفى كويس، وحطيتها بقى في الطبق بتاعي بألف هنا بقى وشفا على قلوبكم وعلى اولادكم. بصوا جميله ما شاء الله، بألف هنا. ممكن بقى انت ممكن تحط لها برضو ايه بدل الكاتشب، ممكن طعم بدل طعم الجبنه طعم الكاتشب، في طعم ايه تاني، الشطه، ايوه الشطه طعم البابريكا، الملح وخل او خل وملح، ليمون بخل، ليمون وملح الطعم اللي بتحبوه اللي بتفضلوه حطوه. متنسوش بقى يا حبيب قلبي في اللايك وشير وكومنت حلو لو انت وصلتي معايا لغايه هنا. ان شاء الله وصفتي تعجبك باذن الله، وبألف هنا، وجربوها اولادك هيحبوها قوي، وهتبقي مبسوطه ان انت عملت لهم حاجه بيحبوها يعني في البيت ونضيفه. ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، يعني جميله جدا 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 جدا. كده يا حبيب قلبي نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي في الوصفه بتاعتنا. هنا جبت ذره فشار عاديه خالص، هنحطها في طبق